الاكل اللي احنا بنعمله، لا مؤاخذة، البصل نفاذ. اكل الحمام اللي احنا بنعمله حاجة فوق الوصف، حاجة 10/10. سامعين؟ كأننا شغالين في الخزف، كأننا شغالين في الصدف، كأننا شغالين في الصيني. اهو شغل طري، شغل حلو خالص اهو. كلنا سامعين الخلطة بتعمل ايه. اكل الحمام كما يجب ان يكون، خلطة حمام خالد الفخراني اهو. ده الحمام، ده الاكل اللي انا بنعمله، وده الاكل اللي انا بنزله للمزارع اللي معايا. ذرة صفرة وذرة بيضة وذرة عويدة، بسلة وفول وصدف وحمص وجمح. خلطة من انضف الخلطات المحترمة اللي شغال بيها صيف وشتاء. ده اللي انا هنقولها. تعالى يا محمد معايا. خلطة ايه ديت؟ تعالى قول للناس الحلوة بابا بيعمل ايه. بص هنا، يلا خش معايا. بابا بيعمل ايه؟ بابا بيعمل خرطة حمام. خرطة حمام، يلا مشيه. قول لهم ايه رأيكم يا ناس؟ رأيكم يا ناس. حلوة؟ ايه رأيك في الخلطة دي؟ حلو. مين اللي بياكلها؟ الحمام. الحمام اللي بابا بيربيه؟ ماشي. يلا لايك لمحمد واشتراك لمحمد في القناة عشان نشوف كل جديد وحصري من قناة خالد الفخراني، و تشوفوا من عندنا كل جديد وحصري. شكرا للمتابعة، ويا رب دايما نكون عند حسن ظنكم بينا، والسلام عليكم ورحمة الله. باي باي للناس الحلوة. يلا باي، اعمل باي. باي. يا عم اعمل باي حلو يا عم. باي. باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالى يا شعبان معايا. بنعمل ايه؟ بنعمل خلطة حمام. خلطة حمام للحمام. الخلطة بتاعتنا اهي. تعالى كده حبيبي. بص، كل الناس اللي معانا، ذرة صفرة وصدف وغلة وبسلة خضرة وفول وذرة عويجة وحمص. حمص اهو. فيها حمص، فيها حمص. انا مش عارف الناس هتعرف الحمص. الحمص اللي هو الحمص اللي هو بيجي من السيد البدوي اهو. اهو بصوا يا جماعه، الحمص بتاعنا اهو. ايوه كده. طبعا اللون الابيض اللي هو البودره اللي في ايدينا دهيت بصل بودره وتوم بودره، علشان الكلفه بتاعتنا تكون مظبوطه. ارجع ورا كده يا عم شعبان وصور كل الكلفه اللي معانا اللي احنا بنعملها اهي. اهي بص يا عم شعبان، بص يا حبايب، بص وري الناس هنا بنخلط اهي. شايفين يا جماعه الحاجه حلوه خالص اهي. حاجه 10/10، ألف الألف. كلفة حمام محترمة تمشي معانا أي حاجة. سامعين الصوت؟ سامعين الصوت يا ناس؟ تعالى شعبان اعمل لي عليها كده زوم اهي. اهي اهي يا حبيبي. تعال وري الناس الحلو اهي. خليني كده بعد اذنك. عندي بسله وعندي فول وعندي ذره عويجه وعندي حمص وعندي جمح وعندي صدف وعندي الذره الصفراء. حاجه 10/10. كلفه ممتازه. الحمام لما بيجي ياكل بياكل مقدار قبضه ايد. بمعنى ازاي؟ هذا الفرد بياكل دول. فرد الحمام لما بنيجي ناكل بنفشل له دول، يبقى ده اكل الحمام في اليوم. قبضة ايدي ده الحمام اللي بياكله، يعني ده هو اكل حمامة او فرد حمام، طير او طير. الكلفة بتاعتي حلوة خالص اهو. شغل اخوكم خالد الفخراني اللي بنبرج الحمام وعنبرج الحمام في مصر وكل محافظات مصر. بنتابع الشغل بتاعنا اللي احنا بنعمله
بص لي كده واعمل كده. يلا 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 عبي بالايد الاثنين يلا وخلص وتعالى بسرعه. تعالى بسرعه. بنعمله ايه يا معلم محمد؟ نعمله كرك حمام. مين اللي هياكل الخلطه دي؟ الحمام. جدع. يلا اعمل كده اعمل كده. يلا عبي بقى شيلهم وتعال. بالراحه بالراحه انت جاي. اعمل كده بقى لغايه تمام. ارجع تاني عبد. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله. بنعمل إيه؟ بالراحة عشان البصل ما يطيرش، البودرة ما تطيرش. بنعمل خلطة حمام. حاجة حلوة خلاص أهي وبنبدرها. بنبدرها ليه؟ بنبدرها ليه؟ بصل وبودرة، بصل بودرة وتوم بودرة وزنجبيل وكاري. بسم الله ما شاء الله. جربي معانا كده يا دكتورة. الاخضر ده بسله، الاصفر ده فول، الاصفر الثاني البني ده الاصفر ده ذره صفراء، الصغيره ده هي جمح، والاكبر منها ذره عويجه. خلطه حمام بنعملها للمزارع اللي بناخدها اشراف ومتابعه. بننزل معانا دهوت الابيض دهوت نفس اللي شافتنا ده الصدف. طب الصدف احنا بنحط بنسبه صغيره خالص علشان بيزود الكالسيوم. الكالسيوم اللي بيكون في الحمام الصدف ده بيهتم بيه عشان عملية البيض، علشان كتر البيض، عملية البيض على طول على طول على طول بتخلي الحمام ينزل الكالسيوم اللي في الجسم. فعلشان كده بنزود كالسيوم وبنزود بروتين اللي هو الفول والعلف الفراخ محترم. بنحط علف اسمه علف الإيمان محترم خالص، شركة محترمة. أنا مش عارف أجيب الأسماء عشان ما نعملش إعلانات. بنحط ذرة عويجة، بنحط جمح، بنحط ذرة صفراء، بنحط فول وبنحط بسله. وبعد الكلام ده بنروح للعطار نجيب نجيب بصل بودره وثوم بودره وكاري وكركم وزنجبيل. باين في العفار اللي بيطلع من الارض اللي جاي علينا باين فيه عفار. العفار ده اللي هي البودره، علشان يبقى احنا مطهرين الكلفه بتاعتنا حلوه خالص. احنا بنوزع في كل الجمهوريه وبنعمل بالطلب علشان ما يكونش ايه في مجال ان احنا نراقب الكلفه بتاعتنا. تمام. ده شغل ابوكو خالد الفخراني اللي بنابرج الحمام وهنابر الحمام في مصر وكل محافظات مصر. تليفوننا يا عم ابو عزات تعالوا يا عم. تليفوننا مكتوب على الشاشه 010 6910 4196. شاكر المتابعه ويا رب دايما نفضل عند حسن ظنكم بينا. لايك واشتراك وجلد علشان كل جديد وحصري